ايوه بنواجه ظروف صعبه دلوقتي، بعض الناس عندهم ضيق رزق، يعني نعمل ايه؟ ايه الدواء؟ ايه العلاج؟ العلاج بيقدمه لنا القرآن. لما الواحد يواجه ظروف صعبة تتعثر عليه المعيشة، المدام مطلعة عينيه، مخنوق متوتر، هو مطلع عين المدام، هو مطلع عين المدام، معلش يعني بقى تعمل مشكلة انت اصلك انت كده بلا سبب هتدخلنا هتلبسنا في الحيطة. لا خلاص ولا حيطة ولا حاجة، احنا نكمل بعض يا استاذ. خد بال حضرتك، لو واحد عنده مشكلة يبقى في هذه الحالة قدام منه أدوية لازم يعملها. واحد عشان يواجه ضيق الرزق والهم الاكتئاب والمشاكل، واحد لازم يستغفر كتير قوي، لان ربنا قال لنا كده فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بايه؟ باموال وبنين. فاللي عايز فلوس الفقران يستغفر، اللي ما خلفش وعايز يخلف يستغفر ربنا سبحانه وتعالى. تمام. الحاجه الثانيه، العلاج الثاني، كل واحد يا استاذ ابراهيم يقرا متضايق او مخنوق رزقه ضيق عليه شويه، عليه ان يقرا سوره الواقعه كل ليله. ثبت في الحديث الصحيح ان الحبيب صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه انس بن مالك رضي الله عنه ان قراءه سوره الواقعه كل ليله تنفي الفقر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. لما الواحد يقرأ خد بالك حضرتك كل ليلة سورة الواقعة لم تصبه فاقة أو فقر بإذن الله سبحانه وتعالى. حاجة ثالثة مهمة جدا يبصح الناس إنها تعملها، كان بيعملها سيدنا جعفر الصادق رحمه الله. كان إذا صلى الجمعة وخرج باب الجامع يرفع ايده ربنا كده ويناديله ويقول له ايه؟ اللهم إننا أدينا فرضك وانتشرنا في أرضك وابتغينا من فضلك فارزقنا وأنت خير الرازقين. الاثنين بتاع ربنا بالدعاء ده هقوله تاني عشان الناس تحفظه. اللهم إننا أدينا فرضك وانتشرنا في أرضك وابتغينا من فضلك فارزقنا